قبل ما نخش على تفاصيل المحاضرة بتاعتنا ونتكلم عن اللغة العربية، عايز أقول لحضرتك نصيحتين مهمين جدا 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 جدا. لو أنا كنت مكانك كنت هعملهم. تمام؟ سريعا كده في عجالة عشان ما أطولش على حضرتك. النصيحة الأولى إن طالب ثانوية عامة هو داخل ثانوية عامة بيبني صورة مصغرة عن شكل طالب ثانوية عامة في ذهني، في مخيلته. بيبقى متخيل ان طالب ثانويه عامه لازم يكون بهذا الشكل اللي هو بناه. طب ايه الشكل اللي هو بناه بقى؟ تعال نخش بقى جوه الشكل اللي هو بناه. بنى ان طالب ثانويه عامه، او اعتقد ان طالب ثانويه عامه لازم لما يخش على ثانويه عامه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نقول يا هادي كده بسم الله الرحمن الرحيم، لازم يكون طالب شغوف محب للعلم والتعلم. وهو قاعد بيذاكر يجد كثير من المتعه. ياه متعه لا يوضع، يا متعه. بيستمتع ابن الذين، قاعد بيستمتع. صحابه يقولوا له يلا نخرج، يقول لهم مش قادر اسيب المذاكره، استمتع بالمذاكره. تاني حاجه ان هو لما بيجي يذاكر عنده كده شيفت مذاكره، بياخد شيفت كامل من 6 ل 8 ساعات لازم. ولو ما عملش الشيفت بتاعه لا يبقى كده في تقصير والدنيا كده مش مظبوطه. الصوره المتخيله عن طالب ثانويه عامه، وان الطالب ده بيقضي وقت فراغه او معظم وقت فراغه على الكتاب والمذاكره. اكيد ما عندوش وقت فراغ بيقضيه في الرفاهيه، اكيد ما بيخرجش مع صحابه، اكيد ما بينزلش معاهم في البيت، اكيد ما بيعرفش يقعد، ما بينزلش معاهم من البيت يعني مع اسرته، اكيد ما بيعرفش يقعد مع اي تجمع اسري هم قاعدين، لانه طالب ثانويه عامه المفروض هم قاعدين بره وهو محبوس في الاوضه جوه عمال يذاكر. وكمان المفروض الصوره المصغره اللي هو راسمها عن طالب ثانويه عامه للصوره اللي اترسمت في ذهن حضرتك او في مخيلتك او اللي انت رسمتها، يعني ان هو لازم لما يدخل كده بثانويه عامه بسم الله الرحمن الرحيم اي امتحان يتحط قدامه يقفله، او ينقص درجه او اتنين لا قدر الله. اي واجب يحله الطبيعي انه يقفله لانه فهم الدرس كله، ما يغلطش ولا غلطه. ممكن يغلط غلطه 2 3 4، لكن يغلط في نص الواجب او ربع الواجب لا، في حاجه مش مظبوطه. ولما يجي يمتحن امتحان شامل يطلع من الاوائل، ولو ما طلعش من الاوائل ماشي يا عم انا معايا يعني انقص في حدود 5 درجات بالكتير قوي، لكن ما نقص 10 15 والحاجات الكبيره دي ازاي ده ممكن يحصل؟ تمام كده. دي الصوره اللي اتبنت او اللي حضرتك بنتها عن شكل طالب ثانويه عامه اول لما يخش ثانويه عامه. وفي الحقيقه الصوره دي صوره مثاليه قوي 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 قوي. في الواقع يا سيدنا الصوره دي هتبقى مؤذيه لو انت بنيتها في دماغك بهذا الشكل بهذا التصور في كل التفاصيل. انا ما بقولش ان انت ما توصلش لكده، في فرق بين ان ده التارجت او ده الهدف اللي انا عايز اوصل له بعدين، وفي فرق بين ده اللي المفروض اول ما اخش ثانويه عامه اكون بعمله. في فرق بين الاثنين. تمام كده؟ تمام. المهم ده هيؤذيني او هيؤذي حضرتك نفسيا في ايه؟ ان انت مع دخول اول اسبوع في ثانويه عامه او اول اسبوعين في ثانويه عامه هتبتدي حضرتك تدعو نفسك اللي انت تبقى هذا النموذج اللي بيحتذى بيه، انت عايز تبقى هذا النموذج زيه. فهتبتدي تمشي على جدول زي ما حضرتك كنت راسم الجدول ده، او الطالب المثالي كان راسم ان انا لازم كل يوم اذاكر 8 ساعات، ولازم ما اغلطش خالص في اي سؤال، ولو غلط يبقى انا كده مش طالب ثانويه عامه. لما تيجي تطبق ده على ارض الواقع من اول اسبوع هتكتشف ان انت مش عارف تعمله، فهترجع لنفسك تاني وتتهمها بالتقصير والاهمال، وان انت اكيد مش قد المسؤوليه لها، وان انت مالك فقدت الشغف. ليه؟ ده لما بقعد اذاكر بحس ان بملل، مع ان المفروض طالب ثانويه عامه هذا النموذج المفروض بيطلع من الاوائل، المفروض من الطلبه الفائقين، ده المفروض بيحب المذاكره شغوف بالعلم. انا ليه لما بقعد اذاكر مش شغوف بالعلم ومش محب المذاكره؟ يعني ما بستمتعش ليه؟ انا مش قادر ابقى هذا النموذج. فبتلاقي نفسك من اول اسبوع في ثانويه عامه او اول اسبوعين في ثانويه عامه بتقول انا فقدت الشغف، بتقول انا حاسس ان انا يائس، انا حاسس ان انا مضطرب، انا حاسس ان انا مخنوق، انا حاسس ان انا متدمر، انا حاسس ثانويه عامه اكبر مني، انا حاسس ان انا مش عارف ابدا دلوقتي ولا اجل ولا اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. كل ده احنا لسه ما عملناش حاجه. ده بسبب ايه؟ ان انت رسمت صوره مثاليه وعايز من حضرتك توصل لهذه الصوره المثاليه دلوقتي ابقى هذا الرجل. تمام يا سيدنا؟ واللي حصل ده هو مش جديد. ليه؟ لان ده مدخل من مداخل الشيطان، من ضمن استراتيجيات الشيطان اللي بيدخل عليك بيها او بيدخل علينا بيها، ودي بتجيب معاه جدا مع ناس كتير على فكره، ان هو بيلعب لعبه اسمها يعني رفع سقف المطلوب او ارفع سقف المطلوب. على سبيل المثال
يدخل على واحد مثلا كل يوم قبل ما ينام بيقرأ صفحة من القرآن، كل يوم الراجل محافظ على ده، ورد محافظ عليه، كل يوم قبل ما ينام يقرأ صفحة من القرآن. هو غالبا ما بيخشش يقول له بطل يا عم قراءة القرآن بقى، صفحة تاخد منك 3 دقايق احنا مكسلين، ما بيعرفش يدخل الدخلة دي. وإنما بيخش له بدخلة معكوسة اسمها رفع سقف المطلوب. يخش يقول له ايه في اليوم ده اللي عايز يخليه فيه بطل ما يقراش الصفحة دي، فيدخل عليه الدخلة بتاعت انت اخد بالك ان انت النهارده فضلت قاعد على الموبايل بتاع 4 ساعات؟ افتح كده الضبط وبص كده على مده الاستهلاك، هتلاقي ان انت او مده الاستخدام، هتلاقي ان انت استخدمت الموبايل 4 ساعات. انت عارف ان النهارده انت خرجت كده نزلت بس مع اصحابك كده مشوار ضيعت فيه 3 ساعات؟ انت عارف انت النهارده نمت 10 ساعات؟ بقى تعمل كل الحاجات دي وتضيع كل الوقت ده وتيجي تقرا قبل ما تنام صفحه تخلص من حضرتك في دقيقتين 3؟ تزنديق يلا، هو يعني كده. تزنديق. ده انا اتكسف اعملها. هو يعني كده. لا طبعا ما ينفعش، هتعبد ربنا تعبده صح. لا تعالى يا عم نقرأ جزئين، اللي انت ما تقرأ صفحة انت كده هتختم القرآن ور بالسنة. لا يا عم تعالى نقرأ جزئين، ادي بقى حق ربنا بقى، ادي بقى حق الطاعة. فلما تقرأ جزئين تختم القرآن كل 15 يوم، فبدل ما تختمه في سنة ولا قرب السنة، لا يا عم انت كده هتختم في الشهر الواحد مرتين، في السنة هتختم 24 مرة. انت معايا؟ وطبعا جزئين انت بتتكلمني في 4 من 44 ل 46 صفحة في المتوسط ده. شوف هيخليك تقرأ كام صفحة؟ من صفحة ل 44، تاخد 44 ضعف. شوف المهم نرجع لموضوعنا. وكمان ممكن يفكرك بقصة الإمام الشافعي. ده الإمام الشافعي كان بيختم القرآن في اليوم الواحد مرتين. شوف الإمام الشافعي، يبقى بقى لازم بقى نقتدي بالصالحين، فلازم النهارده تقرأ لك جزئين. اليوم ده بيبقى عندك همة رهيبة جدا، وممكن هو يرمي لك الخيط ويساعدك كمان ان انت تبقى متحفز وانت بتقرأ، ويخليك تقرأ الجزئين وتقرأ الجزئين فعلا. ثم ايه اللي يحصل تاني يوم؟ ادي وش لو فتحت المصحف تاني، لان تاني يوم بقى خلاص هتبقى اللعبة سهلة. هيدخل عليك الدخلة بتاعت انت النهارده مصدع، هل انت عندك المقدرة اللي انت تفضل تقرأ قرآن في ساعة ولا ساعة ونص؟ لا، ما عندكش المقدرة. اذا تعالى يا عم نقسم الجزئين بتوع النهارده وننام النهارده على اجزاء بكره، فممكن بكره بدل ما تقرا جزئين نقرا جزئين وربع عادي، في خلال 8 ايام هنكون جبنا عوضنا الجزئين اللي احنا ما قراناهمش. فيخليك اليوم ده اللي هو تاني يوم يعني ما تقراش قران اصلا. طب ما انت ممكن تقرا صفحه، لا ما انت لما يجي في دماغك طب ما بدل ما اقراش خالص ما اقرا صفحه، هيخش عليك الدخله بتاعت لا، ما احنا لا نعبد ربنا صح لا ما نعبدوش. تيجي تقول لي اقرا صفحه، لا يا قلبي لازم لما نقرا مظبوط. فيفهمك ان الحد الادنى اللي مطلوب منك ده اسمه رفع سقف المطلوب. ده مفيش حاجه اسمها كده، ده ما ينفعش تعمل ده، لا ده جرم. لا اما تعمل ده، لا اما نستنى الوقت المناسب اللي نعرف نعمل فيه ده، بس اقل من كده ما ينفعش. فنفضل كل يوم مستنين الوقت، يا ترى هو ده الوقت المناسب اللي ينفع نعمل فيه ده؟ لا. فمن هنا نعرف نلعب لعبه التسويف. خلاص، فيرميك في خانه التسويف اللي غالبا ما تعرفش تخرج منها لحد ما يخليك تبطل الحاجه اللي هو عايزك تبطلها. فدي اسمها المثاليه. فما فيش حد فينا مثالي يا صديقي. فوانت بتتعامل مع ثانويه عامه لازم تبقى فاهم ان انت مش موظف. انا ما عنديش تارجت عدد ساعات. ما فيش حاجه اسمها انا المفروض كل يوم اذاكر 8 ساعات. انا ما بقولش حضرتك ان انت ما تذاكرش العدد ده، انا هنا ما بتكلمش خالص عن الحته دي. امال ايه يا استاذنا؟ انا بقول لحضرتك مش التارجت ده، مش ده الهدف اللي انا عايز اوصل له. ليه؟ طب النهارده على سبيل المثال مطلوب من حضرتك مذاكره تتجاوز ال8 ساعات، لو انت خلصت 8 ساعات هنعمل ايه؟ طب يا عم انت مطلوب من حضرتك مذاكره خلصت في 3 ساعات، هنعمل ايه؟ هتفضل قاعد متقدر قدام الكتاب؟ ما انت خلاص مخلص مذاكرتك. انا مش موظف. الموظف وهو رايح الشغل بيبقى هدفه يخلص 8 ساعات، ماشي، لان هو ده شغلانته كده. لكن حضرتك النهارده مش موظف. حضرتك النهارده دورك ان انت تخلص الكيفيه دي، الكم من الدروس ده. فانا مطلوب مني في الاسبوع ده ايه؟ مطلوب مني في الاسبوع ده والله المحاضره الفلانيه في الماده الفلانيه، والمحاضره الفلانيه والمحاضره الفلانيه والمحاضره الفلانيه. فانا مطلوب مني اخلصهم. قدرت اخلص المحاضره دي في 3 ساعات، خير وبركه. قدرت اخلصها في 4، خير وبركه، بس اهم حاجه اخلصها صح، ما كروتهاش. قدرت اخلصها في 5، انت حر. طب قعدت معاك 6، بدي مثال، انت حر. قدرت اخلصها في ساعة ونص، برضو المهم في النهاية ان هي تخلص. لكن انت حضرتك لو بقيت موظف، الهدف بتاعك ان انت تذاكر النهاردة 4 ساعات،
ودي حركه غريبه جدا، اللي انت تحط عدد ساعات ثابت المفروض لازم كل يوم تذاكره. حركه غريبه جدا. ليه؟ لان حضرتك النهارده بعض الطلبه بتعمل ايه؟ يجي يقول لك انا هذاكر النهارده ساعتين عربي. ماشي يا عم ذاكر ساعتين عربي. بعد ما يذاكر يعدي فعلا ساعتين في العربي. الواد النهارده نيجي نقول له انت ذاكرت؟ انت تيجي تحل، بيجي يحل يغلط. طب ليه بيغلط؟ لانه اصلا ما ذاكرش كويس، لان هو طول الوقت عمال يفكر امتى الساعتين يخلصوا، امتى الساعتين يخلصوا. طب وانا ايش عرفنا انا مذاكر كويس ولا مش مذاكر كويس؟ ايش عرفنا انا؟ اقفل الكتاب يا بيه، ده ابجديات حياه. عايز تعرف انت مذاكر درس كويس ولا في اي ماده؟ يبقى اقفل الكتاب اللي انت بتذاكر منه واسال نفسك، تعرف يا محمد تشرح لنفسك سريعا او تسرد لنفسك سريعا اللي انت ذاكرته؟ لا، اذا يبقى انت ما ذاكرتش. تعرف يا محمد تجيب ورقه فاضيه كده وتقول ملخص سريع للي انت فهمته من اللي انت ذاكرته؟ لا، يبقى انت ما ذاكرتش، يبقى انت بتضحك على نفسك، يبقى انت ضيعت وقت على الفاضي. فانا مش دوري افضل قاعد متقدر قدام الكتاب ساعتين. لا يا قلبي، انا مش عايز اقدرك، ومفيش حد فينا عايز يقدرك، ولا المطلوب من حضرتك تتقدر ولا تسمح لحد يقدرك. المطلوب من حضرتك ان ده يخلص صح. يخلص في قد ايه مش بتاعتي، يبقى ده المطلوب مني النهارده. خلص النهارده انا خلصت. طب انا المفروض اخلص دي ودي، يبقى انا خلص ده مني النهارده، يبقى انا خلصت نص اللي مطلوب مني. خلص في قد ايه، دي مهمتك بقى. حافظ على تركيزك، لان دايما طول ما انت مركز ان ده يخلص مش مهم في عدد ساعات قد ايه، نسبه تركيزك هتبقى اعلى. لكن اللي انت بتتعامل مع الوقت، كل تركيزك ان الوقت يخلص، ابقى انا كده خلصت، مريح ضميري قدام نفسي. تمام؟ فخلي بالك من الحته دي، ابوس دماغك، وما تجيش تقول لي اصل انا عندي مشكله مستر لما بخلص مذاكره ما بعرفش اشرح لنفسي. مش حاجه اسمها ما بعرفش، بقول لك ما بقولش لحضرتك ابقى مدرس جامد. انا بقول لحضرتك اشرح لنفسك المعلومه، مش شرط تفهمها لحد. كون ان انت بتعرف تسرد او تشرح اللي انت فهمته، ده معناه ان انت فهمت. طول ما انت مش عارف تشرح اللي انت فهمته، ده معناه ان انت ما فهمتش. تمام؟ يبقى دي نقطه مهمه جدا 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 جدا. خلاص؟ يبقى رقم واحد، ما تخليش الشيطان يضحك عليك في ثانويه عامه، في دخله ثانويه عامه، ويفهمك ان انت لازم تبقى مثالي. والبديل عن المثاليه لا شيء. ما لا اما تبقى مثالي، لا اما ما تبقاش حاجه خالص. عشان كده تلاقي الولد اللي هو حاطط في خطته ان انا لازم كل يوم اذاكر 8 ساعات، لو عملها اول يوم، تاني يوم الشيطان هيخش عليه يقول له بقول لك ايه؟ انت هتعرف تذاكر النهارده 8 ساعات؟ ده احنا النهارده الساعه 10 بالليل. 8 ساعات هنعرف نذاكرها؟ يعني هنفضل قاعدين من الساعه 10 لحد الساعه 6؟ اكيد مش هنعرف نعمل كده النهارده لان احنا مضغوطين. اعمل ايه؟ اجل مذاكره تاني يوم. طب ما ذاكر ساعه؟ لا، ما هو نذاكر محترمين لما نذاكرش. لازم ال8 ساعات. فلو مش هتعرف تعملهم النهارده اعملهم بكره، مش هتعرف تعملهم بكره اعملهم بعده، بس المهم يفضل يضحك عليك بلعبه ان ده الحد الادنى اللي مطلوب منك. طب نقلل شويه يا عم واعملها واداوم عليه. ده حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قلت. ادومها وان قلت. انا مش معنى كلامي اللي انا بقول لحضرتك ذاكر قليل، اوعى تفهم كده مني خالص. انا بقول لحضرتك اوعى الشيطان يضحك عليك، يفخم لك الامور، ثم بعد ذلك يقول لك بص ما انت مش هتعرف تعمل، القدر ده كبير جدا عليك. تمام يا سيدنا؟ تمام. النقطه الثانيه، يبقى رقم واحد، ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويرفع لك سقف المطلوب. لا ترفع سقف المطلوب، لا تدعي المثاليه بالذات في البدايه. طيب النقطه اللي بعدها، وهم المقارنات. من اخطر الحاجات اللي بتقابل طالب ثانويه عامه في ثانويه عامه هي فكره المقارنه او فكره وهم المقارنه. تعال نرجع بس النقطه لازم نبقى متفقين عليها انا وانت. هل حضرتك اصلا مطلوب منك تبقى زي فلان حتى لو فلان ده جامد؟ هو اصلا انت مش مطلوب منك ده. ليه يا سيدنا؟ لان احنا لو عايزين فلان ده متكرر مرتين، فاذا يبقى الخلقه بتاعت حضرتك او خلقك ما كانش كده. يعني لماذا خلقك الله؟ عشان تبقى نفس فلان؟ طب ما كان ربنا خلق فلان مرتين. قصدي فلان صاحبك، مش قصدي نقتدي، مش قصدي قدوه الانبياء، لا انا بتكلم دلوقتي مقارنات بينك وبين اقرانك او بينك وبين اقرانك، اللي انت تبقى نسخه مستنسخه منه. هل المطلوب من حضرتك ان انت تبقى نسخه مستنسخه منه؟ ايش استفدنا انت ان احنا بقينا عندنا 2 متكررين؟ يعني ما استفدناش حاجه. اذا يبقى فكره المقارنه في حد ذاتها هي فكره مرفوضه. فكره مرفوضه. حضرتك بعد اذنك ما تدخلش نفسك في مقارنات مع حد، ولا تقارن نفسك بابن خالتك ولا ابن عمتك، ولا تقارن نفسك بين صحابك، ولا تقارنش نفسك خالص. انا مش دعوه يا باشا، انت يا عم ربنا يزيدك وربنا يمن عليك وكل حاجه، انا يهمني نفسي. انا النهارده عندي مشاكل ايه عشان اعرف اعالجها، فما تبقاش عندي موجوده بكره، عشان ما تبقاش موجوده عندي بعد اسبوع، عشان ما تبقاش عندي موجوده بعد اسبوعين، عشان ما تبقاش عندي موجوده بعد شهر. ده دوري في ثانويه عامه، دراسيا وحياتيا ودينيا وكل حاجه. خلاص؟ تمام؟
فبلاش مقارنه، لان احيانا المقارنات بتضعف النفوس، فبتخلي النفس تلعب مع الشيطان، بيخش برضو الدخله دي، فيقول لك شايف فلان بيعمل ايه، اعمل زيه، ما عرفتش خلاص يبقى انت فاشل، يبقى انت مش نافع. لا يا قلبي، لا لا لا، هو فلان مش هو ده النموذج اللي بيحتذى بيه. انا قصدي فلان من اقرانك، من اصدقائك، تمام كده؟ خلاص، مش هو ده شرط النموذج. امال مين النموذج؟ حضرتك في ثانويه عامه مطلوب من حضرتك تعرف ايه مشاكلك وتعالجها، بس كده. مش مهم مين سابق ومين الاول ومين التاني ومين بدأ الاول ومين بدأ، المهم حضرتك النهارده ايه مشاكلي واعرف اعالجها ازاي. فما تدخلش نفسك في مقارنات، حتى في البيت لو اجبروك او قالوا لك او اجبروك على فكره الدخول في مقارنات، اسمع وقول حاضر وطلع من الناحيه التانيه. تمام يا سيدنا؟ خلاص. ولا يفهم من كلامي ان انت لو من الناس اللي بتحب التحديات مع صحابك، ان انت وصلت لحد فين فتعالى بقى نسخن وانا بقى هسبقك، ده مش مقارنات خالص. ده فكره يلا نعلي على بعض، يلا نساعد بعض، يلا نساند بعض. ده مش مقارنه. تمام؟ دي حاجه بالعكس، دي حاجه حلوه جدا. انا بتكلم على فكره المقارنات، اللي انت تفضل تقارن بين نفسك وبين الناس، فتكتشف ان انت مش قادر توصل للناس، فترجع تاني بفكره انا يائس، انا بائس، انا حزين، انا كئيب، انا مش قادر اوصل، انا حاسس ان انا فاشل. كل ده هيضرك نفسيا. طيب انا ليه عمال اركز على النقطتين دول، مع ان انت مستني مني بقى في اول محاضره بقول لك يلا عافر عشان لازم توصل كل ده جميل، بس في نقطتين مهمين جدا لازم نقولهم لحضرتك، او لازم حضرتك تتقنهم قبل ما نطلب من حضرتك ان انت تجتهد. النقطتين دول مهمين ليه؟ لان هم دول اللي بيحافظوا لك على نفسيتك في ثانويه عامه. احنا ما سمعناش قبل كده عن طالب بعد ما خلص ثانويه عامه قال مشكله ثانويه عامه ان هي ضرتني جسديا، ايدي من بعد ثانويه عامه ما بقتش قادر افردها، رجلي من كتر المذاكره مش قادر اتعامل عليها تاني، ظهري مش قادر، خلاص انا هفضل طول عمري ماشي منحني عشان انا في ثانويه عامه فضلت اوطي في المذاكره كتير، فخلاص انا اتدمرت. محدش بيعمل كده. وانما اللي بيحصل ايه؟ كلهم بعد ما بيخلصوا ثانويه عامه، بلاش كلهم، معظمهم بعد ما بيخلصوا ثانويه عامه بيقولوا لك احنا اتدمرنا نفسيا، تعبنا نفسيا. اي جمله جنبها كلمه نفسيا. وايه اكتر حاجه تضر نفسيا اي طالب او اي انسان؟ الحاجتين دول، ان يحس ان مهما عمل هو لسه ما عملش المطلوب منه، فده عن طريق ان الشيطان بيلعب معاه لعبه ارفع سقف المطلوب، او انه يحس ان كل شويه هو عمل بس في حد احسن منه، ده عن طريق وهم المقارنات. فلو انت قدرت تتجنب الحتتين دول في ثانويه عامه، انت نفسيا هتبقى مرتاح. فنفهم ان ثانويه عامه هي سنه عاديه مهمه جدا، بس ولا اكتر ولا اقل. فلما تفهم ده ونفسيا تبقى مرتاح، هتعرف تأدي وهتعرف تجتهد وهتعرف تبذل. حتى لو انت كنت هتبذل وانت مضطرب نفسيا، مضطرب نفسيا دي مش معناه ان انت بتشد في شعرك. مضطرب نفسيا دي يعني انت طول الوقت متوتر، طول الوقت خايف، طول الوقت قلقان، طول الوقت شايل هم، طول الوقت عمال تبص يا نهار ابيض ماذا لو، ماذا يحدث، اذا ده كده اسمه اضطراب نفسي. مش شرط الاضطراب النفسي ده اللي هو قاعد على الشيزلونج قدام دكتور نفسي فعمال يعالج فيه، مش شرط. خلاص تمام، مش شرط توصل للحاله دي، بس فكره ان انت يبقى عندك توتر زائد او خوف زائد او اضطراب زائد او تفكير زائد في المستقبل او تفكير زائد في الكليه او تفكير زائد في شهر 7 او شهر 6 معذره في الامتحانات الى اخره، يبقى ده معنى كده لا، ده اضطراب. انت كده مضطرب نفسيا. مضطرب ليه؟ بسبب الحاجتين دول. فلو انت تجنبت الحاجتين دول هتبقى انسان هادي مستقر، انسان ناضج. فبعد كده لما تيجي تجتهد هتعرف تستغل اجتهادك. لكن طول ما انت بتجتهد وانت مضطرب، حتى لو حصلت عمرك ما تعرف تحصل 100%، هتبذل مجهود 100% بس تحصيلك هتلاقيه 60%، 50%. لو انت جامد جدا يبقى 70%، ومش هتعرف تجيبهم كمان طول ما انت مضطرب. تمام يا سيدنا؟ خلاص. اتمنى حضرتك تكون اخدت بالك من النقطتين دول عشان تبقى سوي نفسيا. اخيرا، تعريف ثانويه عامه. ثانويه عامه هي سنه مهمه جدا، ونقف لحد هنا وتبقى حضرتك فاهم ثانويه عامه كويس. يعني ايه؟ عشان بعض الطلبه فاكره ان ثانويه عامه هي اللي بتحدد الانسان هيبقى شقي ولا سعيد في حياته. هي اللي بتحدد ان حالتي الاجتماعيه هبقى ثري قوي ولا ثري نص نص، ولا حياتي متوسطه ولا فقير. ثانويه عامه هي اللي هتقول لي انت هتحقق حلمك ولا هتعيش انسان فاشل في حياتك. كل ده غلط. ثانويه عامه مش كده. ثانويه عامه مش كده. ثانويه عامه سنه مهمه جدا. ليه؟ سنه مهمه جدا عشان بس هي دي السنه اللي من خلالها غالبا بتعرف تتحكم في الكليه اللي انت هتخشها بس. لكن هي مش نهايه المطاف، مش هي السنه المصيريه الوحيده الاوحده في الحياه، مش هي اللي بتحدد انا انسان شقي ولا سعيد في حياتي،
مش هي اللي بتحدد انا انسان ناجح ولا فاشل في حياتي. ومش معنى كده انا بقول لك مش مهمه، انا بقول لك انزل الاشياء لمقاديرها مظبوطه عشان تعرف تبذل فيها وتأدي فيها من غير ما تصاب باضطرابات نفسيه هتؤذيك نفسيا بعد ما تخلص ثانويه عامه، وبالتالي احنا ما استفدناش حاجه. حتى لو دخلت الكليه اللي انت عايزها وانت مضطرب نفسيا شخصيتك اتهزت، مش محتاجين حاجه ده يعني مش ده مش عايزين حد ناجح في كليه مضطرب نفسي، مش عايزين كده. احنا عايزين حد ناضج اولا، ثم تعالى بعد كده نقول احنا عايزين ايه. خلاص تمام. ثانيا هتعرف تأدي زي ما انا قلت. يبقى ثانويه عامه سنه مهمه جدا، مش مقصود بيها اللي انت تتراخى، مش مقصود بيها اللي انت تبالغ مبالغات في تعريفها. خلاص كلامي اللي فات ده كله انا غير موجهه تماما للعيال اللي بتكبر دماغها. العيال اللي بتكبر دماغها اصلا احنا مخاصمينهم وما بنوجه لهمش كلام، ودول لا يعنونا في شيء. الواد اللي مكبر دماغه عشان احيانا ما بيسمع الكلام ده يقول لك والله العظيم الحمد لله طمنت قلبي، روح يا شيخ ربنا يسعد قلبك زي ما طمنت قلبي. كده الواحد بقى يراكم على مزاج. ليه؟ ما انت قلت خلاص بقى مش نهايه المطاف. لا يا قلبي، انا بقول الكلام ده للي بيبذل مجهود بس طول الوقت مقلق ومضطرب وخايف، فدي الفئه اللي انا بكلمها. لكن انت اصلا يا كده يا اللي بتراكم يا اللي مكبر دماغك يا الحياه اخدها بالطول والعرض وداخل بصدرك ومش همك، كده ما حدش فينا بيكلمك، احنا مخاصمينك اصلا. خلاص اتفقنا يا سيدنا.